أهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجة بنعملها يوميا وممكن نكون مش واخدين بالنا إن هي ليها أثر كبير علينا. ليه الأفضل إننا نشرب المية وإحنا قاعدين؟ وإزاي العلم الحديث بيأكد اللي اتقال من قرون في الدين الإسلامي؟ خليكم معانا في حلقة النهاردة هتغير نظرتكم لجرعة المية الصغيرة اللي إحنا بنشربها. أولا من الناحية العلمية، لما بنشرب المية وإحنا واقفين الجسم بيكون في وضع مختلف تماما عن لما نكون قاعدين. الدراسات العلمية بتقول إن شرب المية وإحنا واقفين ممكن يعمل الآتي. أول حاجة بيتسبب في اضطراب في توزيع السوائل، يعني لما بنشرب وإحنا واقفين المية بتنزل بسرعة وبقوة من المريء للمعدة، وده ممكن يخلي السائل يوصل للمعدة بشكل مفاجئ ويضغط على جدارها. تاني حاجة بيسببها شرب المية وإحنا واقفين إجهاد للكلى والمثانة. الجسم بيحتاج ينظم السوائل بدقة، لما المية تدخل بسرعة الكلى ممكن ما تقدرش تنظم الفلترة بنفس الكفاءة، وده على المدى الطويل ممكن يضرها. ده غير كمان أثر شرب المية وإحنا واقفين على الجهاز العصبي، لأن بعض الأبحاث أشارت إلى أن شرب المية وإحنا واقفين بيأثر على الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وده مسؤول عن الراحة والهضم، وممكن يخلي الهضم كمان أقل كفاءة. ده غير زيادة فرص الإصابة بعسر الهضم، لأن لما بتشرب وانت واقف انت بتقلل من فعالية حركة المعدة واستعدادها لاستقبال السوائل، وده بيأثر سلبا على عملية الهضم. طيب احنا كده اتكلمنا من الناحية العلمية. من الناحية الدينية بقى، في السنة النبوية وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على شرب الماء أثناء الجلوس. في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. وفي حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم ففعلت مثل ما رأيت. وده هنا بيشير إلى جوازه أحيانا، لكن الغالب والمحبب هو شرب الماء جلوسا. طيب هل لما بنتبع الطريقة دي إن احنا بنشرب واحنا قاعدين ده مجرد سلوك احنا بنطبق فيه السنة؟ لا، ده مش سلوك احنا بنطبق فيه السنة بس، أو مش سلوك تعبدي بس، لا ده كمان سلوك صحي في نفس الوقت. الجميل هنا إن السنة النبوية مش بس بتوجهنا روحيا، لكنها كمان بتحط قواعد لحماية الجسم من خلال عادات بسيطة زي الجلوس وقت الشرب. طيب إزاي بقى نقدر نفهم الترابط بين الدين والعلم في المنطقة دي؟ أولا، الدين نصح بالجلوس وقت الشرب لأسباب تربوية وصحية وأدبية، والعلم الحديث بيأكد إن وضع الجسدي أثناء الشرب بيفرق فعلا في طريقة استيعاب الجسم للسوائل. وده بيثبت إن الإسلام مش دين روحاني بس، لكنه كمان بيهتم بأدق تفاصيل الصحة الجسدية، حتى في لحظة بسيطة زي لحظة شرب المية. لو كنت من الناس اللي متعودة إنها تشرب وهي ماشية أو وهي واقفة، جرب كده بس تاخد لحظة واقعد واشرب على مهلك، وراقب جسمك بعد الشرب، هل هتحس بارتياح كبير ولا لأ؟ وخليها عادة، كل ما تمسك كوباية المية تروح تقعد وتشرب. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. افتكر دايما ان التغيير مش لازم يكون كبير عشان يأثر، مجرد انك تبدأ بشرب المية وانت قاعد ممكن يكون خطوة بسيطة لجسم اكثر راحة وصحة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشاركوها مع اللي بتحبوهم، يمكن تكون سبب ان هم يغيروا عادة بسيطة بس مهمة. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام.